ارفع يابا، ارفع بقى. منك لله يا فوزية يا بنت المؤذية. قال ايه يا فوزية؟ عايزة تاكل كوارع جملي؟ مش عمالي عينيها الكوارع التانية، لا عايزة تاكل جملي. وخشي يا قمر ونقيلي. يعني انا كنت يا اختي اعرف في الكوارع الجملي؟ يا اختي بلا حزن، ده كل علاقتي بيها او المعرفة اللي ما بينه وما بينها الكفتة ام رز، عارفينها الحمرا دي اللي بيحطوا فيها بطاطس، هي دي علاقتي بيها. المهم يا ولاد دخلت على الراجل بقلب جامد. بكام يا عم الفردة دي؟ قال لي اللي قدامك دي تبدأ من 180 جنيه. قلت له تمام. قال لي عندي 2 دبابة بقى ملهمش حل. قلت له وريني، وانا عامله نفسي بقى ايه ان انا فاهمه كل حاجه. المهم امسك الاتنين دول مش قادره. قلت له المهم بكام الواحده؟ قال لي ب250. قلت له عنها ما اتاكلت. بكام العكوة دي يا ريس؟ 250 الكيلو فيها ولا هي على بعضها؟ يعني الواحدة على بعضها على طول ب 250. ماشي. المهم بعد ما شفت بقى العكوة الجميلة دي على بعضها طبعا ب250 جنيه وزي ما تطلع. طبعا قلت لكم قبل كده يا ولاد ان لحمة الراس هناك ب150، واللحمة القضاني او اللحمة البقري اللي موجود كله هناك بالنسبة للحوم العادية ب250 جنيه. تمام يا حلوين. طب الناس دي قمر لسه شغالة؟ الناس دي شغالة لحد رابع يوم العيد، لحد ما اخر اذان يأذن في رابع يوم العيد اللي هو بيقف بعد الذبح كده بقى خلاص مش هيبقى اضحية. وكل سنة وانتم طيبين. شغالين ال4 ايام. قالوا هيذبحوا رابع يوم العيد الصبح وخلاص على كده. المكان فين؟ الناس اللي بقى عمالة تكتب على يا جماعة اللي عارف المترو بتاع المرج اتجاه حلوان، لو انتوا جايين من اتجاه المرج هتنزلوا السيدة زينب، وتنزلوا برضه في نفس الاتجاه بتاع السيدة زينب. ما تنزلوش اتجاه ايه المستشفى بتاع بالريش، انزلوا اتجاه السيدة زينب وخدوا توك توك ب5 جنيه، وما تزودوش عن 5 جنيه، ما تطمعوش الناس فيك. طيب لو انتوا جايين بعربية بقى وايه مش جايين في المترو، عارفين مستشفى 57 هو المذبح جنبها على طول في السيدة، يعني هما الاتنين قصاد بعض على طول. مكان جميل جدا واسعاره حلوة وما تقلقوش، بس فصلوا وخلوا بالكم من الحاجة.